السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بارد او حلوة باردة كتجي رائعة بزاف، سهلة في التحضير بمكونات بسيطة بدون فرن، كتوجد في 10 ديال الدقائق. فبسم الله على بركة الله. غنبداو بالمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. هنا عندي نصف لتر ديال الحليب وضعته في كاسرونة، ضفت عليه ملعقة كبيرة مملوءة ديال النشا او المايزينا، ثم ضفت عليه 2 ملاعق كبار مع عامرينش ممسوحين ديال الدقيق. كنخلط، ثم كنضيف 2 الأكياس ديال الكاكاو المر ما يعادل 17 غرام، وكنخلط حتى كيتحيدوا ليا دوك الحبيبات ديال الكاكاو والدقيق. الا بقاو شي حبيبات فماشي مشكل، لان غادي يذوبوا مع النار. ثم غادي نضيف ملعقة كبيرة ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف قطع من الشوكولا. هنا استعمل شوكولا بالحليب، ممكن تضيفوا اي نوع من الشوكولا عندكم. ضفت تقريبا 10 ديال القطع ما يعادل 100 حتى 120 غرام ديال الشوكولا. ممكن تستغناو عليها بصفة نهائية او تقللوا من الكمية ديالها، ولكن من الافضل انكم ديروا الشوكولا لانها تعطي مذاق رائع لهاد الوصفة، خصوصا الا كانت ديال الحليب. كنضيفوا كنوضعوها فوق نار متوسطة مع تحريك. بالنسبة للسكر، الا ما ضفتوش الشوكولا، الا استغنيتوا عليها فزيدوا من الكمية ديال السكر، والسكر راه كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كنبداو نحركو فوق نار متوسطة حتى يذوب لينا الشوكولا وكيبدا يعقد لينا الخليط ديالنا. ما كنغفلوش عليه، يعني كنبقاو حداه كنحركوه دغيا كيوجد ما كياخذش يعني وقت طويل، غير كيبدا يبان لينا كيبدا يغلى، يعني كيتكونوا فيه دوك الفقاعات صافي. وكنطفيو عليه، ما كنخليوهش يزيد يعقد اكثر لانه غادي يعذبنا منين نكونوا كنخدموا به، غادي يجي معقد بزاف وغادي يعذبنا. غير كيبانوا لنا فقاعات بهذا الشكل صافي كنطفيو النار وكنضيفوا ملعقه صغيره ديال الزبده. حتى كنطفيو النار عاد كنضيفوا الزبده. بالنسبه للزبده فهي اختياريه، الا ما كانتش متوفره فماشي مشكل، غير هي كتعطي لمعان، كتعطي قوام افضل لهاد الكريمه. من بعد من بعد ما طفينا النار غادي نوضعوا هنايا عندي بسكوي. ممكن تستعملوا اي بسكوي عندكم، كل مذاق ديالو زوين. كنوضعوه هكذا بهذا الشكل في المول. بالنسبه للمول فهنا استعملت مول اللي هو صغير. غنخلي لكم المقاس ديالو صندوق الوصف. غادي نديروا طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الكريمه، وحنا غاديين حتى كنكملوا 3 ديال الطبقات. يعني ساهل بزاف، ما فيهش نهائيا حتى شي صعوبه. الا عقد معكم، الا عقدات من لكم الكريمه، الا كنتو تعطلتوا اولا بردات لكم وعقدات، فزيدوا عليها القليل من الحليب يكون ساخن وخلطوا مزيان، غادي ترجع لكم كريميه وغادي تساعدكم انكم تبسطوها بسهوله. هنا درت 3 ديال الطبقات البسكوي و3 ديال الكريمه. ممكن ديروا اكثر الا عندكم المول اصغر، وممكن تضاعفوا الكميه الا كنتو غتستعملوا مول اللي هو كبير اكبر من هذا. بالنسبه لهذا المول فراه صغير. غادي نديروا اخر طبقه اللي تبقات لينا ديال الكريمه. نحاولوا نبسطوها هكذا على الوجه ديال البسكوي. ثم هنايا غتجي المرحله ديال التزيين، والتزيين كيبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم. ممكن ديروا غير خطوط هكذا بالياغورت في اي نكهه كتعجبكم. ممكن ديروا نفس التزيين اللي درت. هنايا درت كاوكاو اللي كيكون مهرمش حمرته. كندير هكذا البلاستيك، عفوا مرق ديال الطبخ هكذا بشكل طولي، وكنعمر هذوك الفراغات كيف ما هو موضح في الفيديو. درت الكاوكاو اللي محمر، وكندير كذلك الفيرميسيل ديال الشوكولا.
وانا كنستمر حتى كنكمل التزيين بهذا الشكل. من بعد كنغطيه جيدا بلاستيك غذائي وكنوضعوه في الثلاجه على الاقل واحد الساعتين باش يتماسك مزيان ويجي الطعم ديالو لذ. انا هنايا تقريبا خليته 4 ديال الساعات. قد ما بقى في الثلاجه قد ما كيجي ألذ وكيجي متماسك اكثر. فاقل شيء تخليوه هو ساعتين. ضروري كنغطيوه مزيان باش ما ياخدش يشم لينا الريحه ديال الثلاجه، ياخد لينا يعني الريحه اللي كتكون في الثلاجه. وكنخليوه يبرد تماما ويتماسك. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجتوه من الثلاجه. كيجي رائع بزاف، لذيذ وسهل في التحضير، كيوجد بسرعه. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، ومع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله.